سيبك بقى من التشكيك واللي بيشكك من الإعلام الداخلي، وتعالى بقى أفرجك وأسمعك حاجة حلوة في ردة فعل الصحافة العالمية من البرازيل، من البرتغال، من صربيا، من فرنسا، من أسبانيا، من الدول الأوروبية. الجميع يحتفي ويحتفل بانتصار الهلال في ديربي الرياض في مباراته مع الشباب. ولك أن تتخيل حديث الساعة التحكيم. أحد الصحف العالمية طلعت بنص واضح وصريح تصف مدرب الشباب انه ظهر كمهرج بعد المباراة لانه مش عاجبه الاداء التحكيمي. هنسمع الكلام ده ونعلق عليه مع بعض. وكذلك اللي طلع واشار الى نادي النصر وقال لك الهلال استعاد فارق الست نقاط ما بينه وما بين النصر، واللي طلع وقال لك اقوى مباريات الموسم في الدوري السعودي. بصراحة كلام رائع جدا عن نادي الهلال. دائما ما تأتي الاشادة ويأتي الانصاف من الخارج، اللي لا يعرف ده ولا يعرف ده ولا ينتمي لده ولا ينتمي لده، ولكن يحكمهم فقط الانصاف. هنستعرض كل ده مع بعض، نعلق عليه زي ما تعودنا دايما في اطار الاحترام والمنطق. لايك الفيديو، اشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وتعال على طول يا صديقي العزيز نبدا بالامر. وهنا الصحيفه البرتغاليه، صحيفه ابولا البرتغاليه: يشعر فيتور بيريرا وكانه مهرج بعد الهزيمه امام جيسوس، وبعدما ابدى المدير الفني لنادي الشباب عدم رضاه عن أداء حكم المباراة في مباراة الهلال التي فاز بها فريق المدرب جورجي جيسوس بنتيجة 2-1. صحيفة برتغالية وطالعة بتتكلم بكل وضوح ان المدير الفني لنادي الشباب يبدو كالمهرج بعد انتهاء المباراة وبعد خسارة المباراة امام جيسوس وامام الهلال، وبعد غضبه وعدم رضاه عن اداء الحكم في مباراته امام نادي الهلال. دي كانت صحيفة أبولا البرتغالية. الأمر خلص لحد كده بلا أي شك. لا ما خلص، تعال ندخل بعد كده يا صديقي العزيز على صربيا وصحيفة دينفينيك الصربية. قالت لك مستوى رائع من سافيتش، سلطت الضوء على سافيتش. قالت لك مستوى رائع من سافيتش بطل الهلال في مباراة الشباب الذي أحرز النجم الصربي هدفي الانتصار في واحدة من أقوى مباريات الدوري السعودي هذا الموسم. المباراة اللي مش عاجبة الناس تحكيميا، والناس طالعة تنتقد والناس طالعة تقول، صحيفة صربية طالعة بتقول لك أحد أقوى مباريات الدوري السعودي هذا الموسم. يطلع يتقال لك طبعا بلا أي شك علشان سافيتش، وسافيتش من صربيا، فبالتالي الصحيفة طالعة تمتدح اللاعب. خلاص سيبنا من صربيا وتعالى ندخل يا صديقي العزيز على فرنسا وصحيفة فوت ميركاتو الفرنسية. قالت لك الهلال يفوز ويقترب من صدارة الترتيب. افتتح عبد الرازق حمد الله التسجيل مبكرا للشباب، لكن الهلال أعاد سريعا بالتعادل عبر سافيتش الذي سجل هدف الفوز لفريقه بطريقة رائعة. الكلام ده من فرنسا. تعال ندخل بعد كده يا صديقي العزيز على البرتغال مرة أخرى وموقع ديسبورتو البرتغالي اللي قال لك وسلط الضوء على المباراة وقال جيسوس يفوز بالصراع التدريبي مع فيتور بيريرا في الدوري السعودي. استعاد البطل يصف الهلال بالبطل السعودي. استعاد البطل السعودي الهلال فارق النقاط الست مع النصر، فيما تراجع الشباب للمركز الخامس بفضل ثنائية سيرجي سافيتش. فاز الهلال على الشباب. هنا ركزت على امرين زي ما بقول لك: جيسوس يفوز بالصراع التدريبي امام فيتور بيريرا. النقطة الثانية وصفها لنادي الهلال بالبطل السعودي، ولما لا، ونادي الهلال هو حامل لقب الدوري السعودي آخر نسخة، ونادي الهلال هو اللي محقق كل البطولات السعودية المحلية الفترة الأخيرة. والحاجة الثالثة إن هي سلطت الضوء على نادي النصر وفارق النقاط الست مع نادي النصر، وقالت لك استعاد نادي الهلال فارق الست نقاط مع نادي النصر. تعال بعد كده يا صديقي العزيز سيبك من البرتغال وتعال ندخل على البرازيل. وهنا موقع أوجول البرازيلي قال لك سافيتش يسجل هدفين ويمنح الهلال النقاط الثلاث أمام الشباب في درب الرياض. كان سافيتش هو الاسم الكبير في المباراة. بهذا الفوز يصل الهلال إلى 31 نقطة في المسابقة ويواصل ملاحقة الاتحاد المتصدر الحالي للبطولة. خلصنا لحد هنا؟ لا، تعال نشوف الصحيفة الأشهر على مستوى أسبانيا وعلى مستوى أوروبا، ألا وهي صحيفة ماركا الأسبانية. قالت إيه على مباراة الهلال والشباب؟ صحيفة ماركا الأسبانية عنونت وقالت سافيتش بثنائية يقود فوز الهلال على الشباب ويعيده لطريق الانتصارات. الهدف الثاني للاعب الصربي كان من تسديدة مذهلة. يلفت نظرك هنا تعليق صحيفة ماركا الأسبانية على عودة نادي الهلال لطريق الانتصارات، طبعا زي ما احنا عارفين بعد آخر مباراتين على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري. زي ما وريتك يا صديقي العزيز، دي ردة فعل الصحافة العالمية وتغطيتها لأخبار نادي الهلال. الكلام ده جاي من الخارج،
مش من المملكة العربية السعودية ولا الدول العربية ولا دول الخليج ولا من دول قارة آسيا، لا الكلام ده جاي من الخارج، من أوروبا ومن أمريكا الجنوبية. الناس طالعة تغطي الأخبار بتاعت نادي الهلال وتعطي نادي الهلال حقه وقيمته، ولا يخفى على أي أحد اللي احنا بنشوفه من الإعلام الداخلي، الإعلام الممثل الأندية المنافسة لنادي الهلال بيعملوا إيه وبيشككوا إزاي في أي انتصار أو أي إنجاز يعمله نادي الهلال. فوارق كبيرة جدا. الإنصاف دائما ما يأتي من الخارج. يعني أديك مثال بسيط جدا بس كده، اسمع هنا. خالد البدر مثلا قال لك إيه؟ قال لك اللي هجموا الحكم الكوري أمس هم نفسهم اللي يدافعون عن الحكم التركي اليوم. العدالة في نظرهم هي أن يستفيد فريقهم من الأخطاء، يبون كل شيء لهم حتى لو بطريقة غير عادلة كما حدث طيلة السنوات الماضية وما يحدث مستقبلا. الراجل يعني بص نهالك التاريخ بتاع نادي الهلال والمستقبل بتاع نادي الهلال والحاضر بتاع نادي الهلال. يعني الراجل بيقول لك عايزين كل شيء حتى لو بطريقة غير عادلة كما حدث طيلة السنوات الماضية وما سيحدث مستقبلا وكذلك لا يحصل مستقبلا. الراجل بيقول لك تاريخ نادي الهلال كله معتاد على ان هو يحقق المنجزات والبطولات بطريقة غير عادلة، ده بالنسبة للماضي، وكذلك بالنسبة للمستقبل هيستمر الامر ده وهيحقق كل البطولات بتاعته او الانجازات بتاعته بطريقة غير عادلة. وهم عايزين كده، بيقول لك يبون ذلك ويبون كل شيء حتى لو بطريقة غير عادلة. ده ردة فعل الاعلام الداخلي. يعني شايف الراجل بيقول لك كل حاجة، الراجل نسف لك تاريخ نادي الهلال ومستقبل نادي الهلال وحاضر نادي الهلال لمجرد ان نادي الهلال انتصر في مباراة كان هو متأخر فيها الأول بهدف وطرد منه لاعب مبكرا في المباراة، بل كذلك بيلعب المباراة في ملعب المنافس. كل دي عوامل كانت صعبة على نادي الهلال، وجاي بيلعب المباراة بعد تعثر محلي هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة بهزيمته من نادي الخليج، وبعد تعادل قاري في مباراة شهدت أخطاء تحكيمية فادحة أمام السد القطري. فكل ده كان يزيد من صعوبة المباراة، ورغم كل العوامل دي نادي الهلال انتصر في النهاية وخرج بالثلاث نقاط. لكن ازاي نادي الهلال يخرج بالثلاث نقاط وازاي نادي الهلال ينتصر؟ الكلام ده ما يعجبش الاعلام المنافس، فبالتالي هندور على اقرب شماعة واسهل شماعة، الا وهي الشماعة اللي احنا معتادين عليها دايما يا جماعة، شماعة التحكيم. مفيش اسهل منها ومفيش ايسر منها ومفيش اسرع منها ومفيش حاجة اكثر منها اقناعا بالنسبة لبعض الجماهير اللي بتصدق واللي بتتابع الاعلام اللي من النوع ده. فبالتالي نقول التحكيم التحكيم التحكيم. مع احترامنا للجميع، نتمنى ان المنافسه تكون بين الجميع وكل الانديه تكون في افضل مستوياتها. ويا ريت يا جماعه مش كل حاجه مع كل انتصار، الامر اصل متكرر، يعني مش مباراه كل 10 مباريات ولا كل موسم، لا انت بتتكلم في كل مباراه ينتصر فيها نادي الهلال ايا كان مين المنافس مباشرة دايركت كده بعد ما تخلص المباراة الناس تطلع تتكلم على التحكيم وتعلق الأخطاء والهزائم على موضوع وعلى شماعة التحكيم. عامة يا صديقي العزيز، نتمنى التوفيق للجميع. طالما وصلت معانا لحد اللحظة دي في الفيديو، لايك الفيديو، اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.